ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا اغلى فعلا ناس في حياتي. بحبكم جدا، والنهارده جايالكم بالقمر السكر ده. بجد فيديو هيعجبكم جدا جدا يا بنات. كده قبل ما نشتغل خالص كده يعني في شوية تريكات كده، قلنا ايه، مش عايزة اطول عليكم قوي. كده انا وزعت الكونتور زي ما انتم شايفين. طبعا كل وجه وله بشكل كونتور معين. فهبدأ دلوقتي أدمج، ودايما بقول يا بنات ندمج الغامق الأول وبعد كده الفاتح. الغامق اللي هو الكونتور والفاتح اللي هو الكونسيلر، وبندمج كل حاجة في مكانها زي ما حضراتكم شايفين. دمج الفرشة في البداية مهم جدا، وبعدها البيتي بلندر بدمج الخطوط ببعضها، ولكن بحافظ على شكل الكونتور بتاعي اللي أنا حددت بيه أو نحت بيه الوجه. زي ما انتم شايفين كده بقى شغاله في الكونتور، او بدمج الكونتور بالفرشه. الفرشه دي كابوكي. كده بعد ما دمجت الكونتور والبلاشر الكريمي والكونسيلر وثبت وخلصت الوجه بالكامل، هبدأ دلوقتي اثبت شعر الحواجب. طيب بنثبت شعر الحواجب بايه يا بنات؟ عندي 3 اختيارات. عندي الاختيار الاول اللي هي الصابونة العادية بتاعة الجليسرين، بحط عليها لو في امكانية فيكس بلس اوكي، ما فيش امكانية ممكن احط مية، وبفرشة بتاعة الحواجب ببدأ اسرحها. الاختيار اللي بعده اللي هي الواكس او الشمع بتاع تثبيت الحواجب. الاختيار الثالث اللي انا شغالة بيه اللي هو الجل بتاع تثبيت الحواجب. دي ال3 اختيارات بتاع تثبيت شعر الحواجب. انا كده سرحت الشعر على فوق، يعني من الاخر ثبت شكل الشعرايه. تمام. هبدأ بعد كده الخطوة اللي بعدها، واللي ما تنسوش اللايك بتاعي اللي لغاية دلوقتي اكيد حضرتك ما حطيتيهوش، انا متأكدة طبعا. فمن فضلك حطي اللايك بتاعك ويلا تعالي لي عشان اقولك انا بعمل ايه دلوقتي. رحتي حطيتي اللايك؟ طيب يلا تعالي. انا كنت بلعب في الاضاءة كده، كنت عايزة اشوف انه اضاءة يعني افضل. ف حطيتي اللايك بتاعك وتمام وشفتي التركاية بتاعت الاضاءة دي. يلا بينا نقولك هنعمل ايه في الخطوة اللي بعدها. تمام. ثبت بالشكل ده. هجيب الكونسيلر بتاعي وابدأ انضف تحت الحواجب. الفرشة لازم تبقى فلات يا بنات، ما ينفعش فرشة فلافي او فرشة غير فلات، لازم تبقى فلات. بعمل خط واحد تحت الحواجب زي ما انتم شايفين. الخط ده وانا بحطه يبقى بحرص شديد جدا، علشان انا شايفين اول ما بعدت في الاجزاء الواسعة ايدي بقت سريعة جدا، ولكن في الجزء اللي انا بحدد فيه الحاجب لازم ايدي تبقى خفيفة وهادية ومنظمة جدا. دايما بقول الكلام ده حتى وانا بشتغل في الشادو. الجزء اللي انت شايفاه واسع معاكي اشتغلي فيه براحتك، الجزء اللي انت شايفة انه صعب تشتغلي براحتك اشتغلي ببطء. كده بعد ما خلصت يعني طبعا بعد ما وزعت الكونسيلر طبطبت بالبيتي بلاندر المبلولة، وبعد كده ثبت بلوس باودر اوكي، كومباكت باودر اوكي، لون شادو برضو اوكي. تمام. بعتذر للدبانة الغلسة اللي دخلت فجأة في اللايف او في الفيديو. كده يا بنات جبت لون على اورنج. تمام. وهبدأ اعمل اللون الانتقالي. تمام. اللون الانتقالي لان انا كنت حابة اعمل لوك معين كده، فهنبدأ نشتغل اللون الانتقالي. زي ما انتوا شايفين يا بنات الفرشة بتاعتي فلافي،
فلافي يعني ايه؟ فلافي يعني شعرها كتير قوي وبعيد من بعضه. تمام كده. وزعت اللون الانتقالي بتاعي. تمام. اللون حلو قوي بنات، اللون الاورنج ده بجد حلو جدا. تمام. اللوك على فكرة في الفيديو ده هو ناعم جدا وبسيط جدا جدا جدا، يعني ما فيهوش تريكات قوية قوي ولا حاجات صعبة. يعني انتي كمبتدئة ينفع زفاف، ينفع خطوبة، ينفع سواريه، ينفع كل اللوكات، لانه لوك بسيط جدا جدا ومفهوش شغل كتير. بعد ما خلصت اللون الانتقالي جبت فرشة صغيرة بنسل كده زي ما انتوا شايفينها، جبت درجة على بني شوية وقفلت شوية اللون الاورنج. تمام. وبدمج بقى كل اللون مع بعضه زي ما انتوا شايفين، الدمج تقريبا بقى لون واحد زي ما انتوا شايفين. تمام. ما تنسيش يا ست البنات اللايك بتاعك. جبت الدرجة تاني البني اللي على غامق اللي قلتلكوا يا بنات، دي حاجة كده بقفل بيها الدرجة بتاعة الاورنج وبحدد شكل العين من ورا. تمام. وبرضو بدمج كل الخطوط ببعضها علشان ما يبقاش عندي الشادو مش مدموج حلو. طبعا الدمج رقم واحد في انك تطلعي لوك حلو. تمام جدا. شايفين جمال؟ يعني هو لون واحد تقريبا واللون البني، ولكن شايفين جمال اللوك اللي لسه احنا ما عملناش فيه اي حاجة اصلا. كده جبت جليتر كده على خفيف في مدمع العين، مش عاملين كات كريس، ولكن شوية جليتر كده على خفيف خالص في مدمع العين بتحيي شكل اللوك كله. تمام. تمام. يلا يا قلبي روحي حطي اللايك بتاعي ما تنسوهوش، ويا ريت يا بنات بجد يعني تشوفوا الفيديو لاخره لانه فيه تريكات حلوه جدا جدا هتعجبكم قوي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده نورت مدمع العين بهايليتر فاتح. تمام جدا. حلو قوي قوي قوي. خلصنا كده. هبدأ الايلاينر بتاعي، وانتوا عارفين معزتي الشديدة جدا لايلاينر محمود سعيد. بجد يا بنات من افضل الايلاينر اللي اشتغلت بيه، سواده فاحم جدا وعلشان ليكويد بيبقى طيع جدا. فرشة بتاعته رائعة جدا جدا. طبعا ده للناس اللي تقدر تشتغل بفرشة، في ناس ما بتعرفش تشتغل بالفرشة بتستسهل الجل، ولكن انا بالنسبة لي محمود سعيد رقم واحد في اختيارات الايلاينر بتاعتي. تمام. انت تتخانقي؟ ماشي يا ست البنات. استنوا كمان الفيديو بتاع ميمي هيعجبكم قوي قوي قوي. شفتوا الصورة بتاعته اكيد يعني في المنتدى، منزلاها النهاردة. لوكين. لوكين. هما لوكين فعلا، هننزل واحد ورا التاني، يعني لوك وبعد التاني. رسمت الايلاينر وشديت الايلاينر على ورا عشان ادي مساحة للعين عندي. قلبي
روحي يلا اعملي اللايك بتاعك وتعالي لي، يلا يلا بسرعة بسرعة، واللايك والكومنت والكلام الحلو اللي بسمعه مع كل فيديو. هنا سأسكت قليلا. اللي وصلت معايا للحتة دي تكتب لي كده، هنا سأسكت قليلا. التركاية دي يا بنات مهمة جدا، وكتير سألوني عليها ازاي احدد شكل العين. انا بجيب كومباكت باودر بتاعي، وبجيب الاسبونشة بتاعتي اللي انتوا شفتوها دي، وببدأ احدد شكل العين بتاعتي من في اخرها، اديها شكل شارب شوية كده. جبت الجل بتاع الحواجب بتاع انستازيا والفرشة بتاع جيسب بتاعت الحواجب، وهبدأ ارسم الحواجب. كذا يعني كذا تكنيك للحواجب قبل كده قلت لكم عليه. يا اما تبدأي من اخر الحواجب، من 3/4 الحواجب، بتعملي خط تحت وخط فوق وتمليه، يا اما بتمليه بشكل الشعريات زي ما انتوا شايفين انا بملاه بشكل شعرايه شعرايه. اظن انه التصوير المرة دي افضل من كل مرة، يعني بيتهيألي كده، لانه اعتقد ان هو واضح كتير جدا عن الاول. صح صح. وانا مبسوطة قوي بالتصوير الفترة اللي جاية، اللي يعني الاخرانية دي التصوير كان حلو جدا. وعلى فكرة دي تصوير ميري، يعني هي شاطرة في التصوير وشاطرة برضو في النكد يا بنات. يا اختي لما بتطلب معاها نكد هرمونات متحركة. والله بجد من قلبك يا عم ده مخاطر. زي ما انتوا شايفين يا بنات، خلصت الحواجب وطلعين ما شاء الله قمر قوي. نسيتي ما تاكلي، نسيتي تنكدي على ماما. بنتي يا باشا، بنتي. الله الله على الحواجب وجمالها، بجد روعة حلوة جدا. خليكي في حالك انت يا بابا. زي ما انتوا شايفين يا بنات خلصت الحواجب. خلصنا الحواجب، والحواجب قمر قوي. انا بسكت على فكرة عشان عايزاكم تستمتعوا بجد باللي بيحصل، وتكون المعلومة وصلاكوا بهدوء، ما حسسكوش ان انا مغلوشة عليكم بكلامي. لما يكون في تفصيلة مهمة انا بتكلم فيها. كده هحط ايه يا بنات؟ هحط الرموش. دايما بقول لما نيجي نحط الرموش، اولا الرموش تبقى مناسبة جدا للعين. تاني حاجة احط الجلو على الرموش واسيبها تقريبا 30 ثانية لغاية ما الجلو يتشمع مش ينشف. ده مهم جدا طبعا، التركية دي مهمة جدا. وبعد ما زي ما انتم شايفين كده، بعد ما بتتشمع بلزقها. جبت كونسيلر عشان افتح جزء العين من في اخرها، عشان ادي برضو مساحة للعين. كونسيلر حاجة خفيفة جدا، يعني مش كتير. تمام.
كده جبت اللون الاورنج اللي انا حطيته فوق العين. هبدأ احدد بيه شكل العين من تحت. تمام. زي ما انتم شايفين كده بملى الجزء كله بتاع العين من قدام. كل ما بتسحبي الشادو على تحت بيديكي مساحة لعينها. هي كانت هتدمع ولكن الحمد لله انقذنا الموقف. زي ما انتم شايفين التركايه دي مهمه قوي على فكره. جبت لون على اسود او على بني غامق قوي، وفي الجزء ده عشان ادي مساحه للعين اوسعها غمقت بس الجزء ده، ورجعت تاني بلون الاي شادو الاورنج، ورجعت تاني على اللون الاسود. تمام. لو عايزين تشوفوا حاجات تانية يا بنات غير الميك اب بعتولي، اكتبولي في الكومنتات. يعني اللي وصلت معايا للحتة دي تكتبلي في الكومنتات محتاجة تشوف ايه. كده بكحل العين زي ما انتم شايفين كده، بسحب الجفن وبكحل العين بتاعتي. بجد من اللوكات الحلوة قوي اللي انا عملتها. وانا بكحل العين بسحب الكحل بتاعي لقدام شوية عشان برضو يديني مساحة للعين. تمام. تمام جدا. اللي وصلت معايا للحتة دي تكتب لي بكحل العين. طبعا زي ما انتم متعودين على فرشي انا كده بنضف تحت الحاجب تحت العين. وطبعا البيز اللي انتوا شايفينه لسه في العين التانية، البيز اللي موجود طبعا ده مهم جدا. كده بحدد شكل الشادو بتاعي بالكومباكت باودر زي ما عودتكم. تمام. هبدأ اعمل مسكرة للعين للرموش. ليه المسكرة؟ طبعا انتي حاطه رموش. في بعض الميك اب ارتست مش بيحطوا مسكرة لما بيحطوا رموش. لا طبعا عشان ادمج الرموش الاصليه بالرموش اللي انا ركبتها. شايفين بعد ما حطيت رموش شكل العين بقى عامل ازاي؟ وبعمل الرموش السفليه. شايفين شكل العين نفسه متغير ازاي؟ شايفين شكل العين حلو قد ايه؟ بصوا على العين دي وبصوا على العين دي، بصوا مساحه العين دي. اقل خطوه بتعمليها في الشغل بتاعك بيظهر جمال الشغل. تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما خلصنا العين التانية ببدأ اعمل ايه دلوقتي؟ بعمل البلاشر بتاع الخدود. وانا في الوجه ده عملت بخط شارب شوية عشان انحف شكل الوجه. وبرضو البلاشر بتاعي كان على اورنج زي ما انتوا شايفين.
خلصت كده البلاشر يا بنات. هبدأ اوزع الهايلايتر في اماكن الاضاءة، على الدقن، فوق الشفايف، على الانف، على حسب تقسيمة الانف. يعني انا لو انف طويلة قوي ما اعملش خط، اعمل جزء على بداية الانف وجزء على المنتصف، وكده الهايلايتر بتاعي اتوزع على المناطق اللي انا محتاجة اديها اضاءة زي ما انتوا شايفين. تمام كده هبدأ احدد الشفايف بتاعتي. تمام حددت شكل الشفايف باللي يليق على شكل وشها طبعا. وما تنسوش اللايكات يا بنات، اللايكات مهمة جدا عشان الفيديو يتشاف اكتر. تمام اللايك والشير والسبسكرايب مهمين جدا علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم. هبدأ احدد الشفايف من الاسفل. تمام تمام جدا جدا. حددت الشكل من اسفل الشفايف، وهبدأ املاها دلوقتي. تمام حطيت اللون الاورنج ده وهنوره باي جلوس. اللي وصل معايا للحتة دي من فضلكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، طبعا فضلا وليس امرا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، اتمنى تكون كل تكنيك بعمله طبعا الميك اب يا بنات ابداع شخصي جدا منك. انا مش بلزمك بالوان، انا بلزمك بس قواعد الثابته بتاعه التاسيس وبتاعه الشغل، ولكن الالوان دي ذوقك انتي اللي بتحددي الالوان اللي حابه تعمليها.